لسه دلوقتي حالا خلصت الحلقة الأولى من زيزو مع إبراهيم فايق على MBC مصر بعد انضمامه للنادي الأهلي. زيزو طلع النهارده شرح كل حاجة من ساعة من شهر يناير أو من بداية تفاوض الزمالك على تجديد عقده لحد النهارده. ركز معايا في الفيديو عشان أقول لك إيه اللي حصل بالتفصيل وهختصر لك جدا. زيزو قال لك إن في بداية التفاوض إن الزمالك جاله عرض لزيزو من نادي نيوم بقيمة مبلغ 6 مليون دولار. مبلغ كويس جدا هيفيد الزمالك وهيفيد اللاعب وكويس خالص. فالفكره ان الجمهور مش عايز زيزو يمشي، فكانوا بيصدروا الاداره. طب بعد ما بيصدروا الاداره اللي بيحصل، فمش عايزين الاداره تيجي منهم ان هم عايزين يمشي زيزو، فكانوا عايزين ايه؟ زيزو هو اللي يطلع ولا انا عايز نمشي. ده كان اول خطه من اداره الزمالك. تاني حاجه زيزو قال لك ان هم كانوا بيتعمل عليه لجان الكترونيه كل يوم يطلع مثلا واحد في مجلس الاداره يطلع يقول لك ده زيزو عايز 100 مليون وابوه عايز مش عارف 30 مليون عموله وعايز مش عارف ايه وعايز ايه وعايز ايه، وكلها كلام ما حصلش. يطلع بقى مقدم برنامج يقول لك حصل 1 2 3، فيطلع بقى الجمهور يمسك زيزو يخبط تك 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 فوق دماغه. ده بالنسبه لتاني حته. تالت حته بقى ان هم مسكوا صوره ابوه شوهوه. بيقول لك راجل بقى له 60 سنه بيبني في اسمه، جم دلوقتي طلعوا ابوه بيسمسر من ورا ابنه وبوظوا له الدنيا خالص. فده ما يليقش بمين؟ بنادي حجم نادي الزمالك. قال لك ايه برضه؟ قال لك انا ما كانش عندي مشكله ان انا اقعد، انا ما عنديش مشكله. نادي الزمالك نادي كبير بقى لي 5 سنين معاه شايله على كتفي. نعم هو كان بياخد اعلى سعر لاعب في مصر، بس كان هو يستحقها فعلا عشان هو كان شايل نادي الزمالك وبيخليه ياخد بطولات، في ظل عدم وجود اداره وفي ظل عدم وجود لعيبه كان برضه بيخليهم ياخدوا بطولات. قال لك يا عم انا عمري ما كنت، ابويا ما كان سمسار ولا الكلام ده كله. ممكن ياخد يعني فلوس زي اي حد عموله، بس قال لك روح اسال مرتضى منصور لما كان هو رئيس رئيس مجلس الزمالك او رئيس هو اللي كان بيتفاوض مع زيزو يعني قبل ما يمشي، واسالوه لو ابويا فعلا كان بيتكلم هيقول لك. فاللي حصل مع زيزو ده اهانه في حق زيزو وحق ابوه واهانه للبص لكل حاجه. الراجل معلش كان عنده 60 سنه يطلعوا يشتموه ويغلطوا فيه. نفس الحوار برضه في زيزو شايل الفريق على كتفه من سنين، وكل اللي كان بيجيله يعتبر ماشوا وهو اللي باقي. بياخد فلوس جامده، بس هو شايل لك اسم الفريق. فاللي حصل معاه ما يرضيش حد. مرحبا بيك يا زيزو في بيتك النادي الاهلي. الفرق بين مجلس اداره النادي الاهلي ومجلس اداره نادي الزمالك طبعا كلنا عارفينه، وانت كزملكاوي لو بتتفرج عليا عارف كويس جدا الفرق بين الادارتين. زيزو في بيتك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تحقق معانا كل حاجه، وان شاء الله مفيش اي خصام بعد كده ولا زعل ولا اي حاجه من الحاجات ديت. والجمهور النادي الاهلي بيقدر اللعيب، بيقدر لعيبته مهما كان اللاعب وحش او حلو. يا عم وحش مع السلامه وليك مننا كل الشكر، لاعب حلو هنشيلك فوق دماغنا ونحطك فوق دماغنا وليك مننا كل الشكر والتقدير.